بناء لأمتنا وليس تدميرا لها. نعينهم، ثم إذا أخطأوا الشعب كفيل بأنه يعيد الكفة أو يرجع الكفة إلى غيرهم إن هم أحسنوا. أسأل الله للجميع التوفيق. آمين إن شاء الله. بس معنا بعد الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا على الهوا حضرتك؟ اتفضل، أنت معنا على الهوا. طيب، يعني أنا هاخد من وقتكم 5 دقايق فقط، وبعد كده افعلوا ما تشاءون. سيادتك مين معانا الأول؟ المستشار حسونة. أهلا وسهلا سعادة المستشار، مرحبا بمعاليك. الحكم. اتفضل. نشرف بيك بداية ونرحب بيك وسعداء باتصالك. سيدي الفاضل، حضرتك تعلم أكثر مني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: هل يكون المسلم سارقا؟ هل يكون المؤمن كذا؟ هل يكون المؤمن كذا؟ قال نعم نعم نعم، وحين جاء عند الكذب قال لا. تمام. صحيح؟ تمام صح. الأستاذ نبيه الوحش، مع كل احترامي لسيادتك ولكل الحضور وللأستاذ نبيل الوحش، مثال واحد واضح للناس كلها أنه قال أن هذا القاضي هو الذي حكم لقناة البيت دلوقتي حالا على الهواء. تمام. هذا كذب بواح. لم يحدث أن حكمت دايرتي ولا أنا في قناة البيت. تمام. إذا نعتذر سعادة المستشار. والرجل يؤكد. خلاص. أما بقية الحاجات اللي بيقولها حكاية انه عنده ما يثبت، والمسألة دي متروكة له ولله وللدنيا وللورق، مفيش مشكلة. تمام. النقطة الثانية اللي احب اوضحها: قناة الحافظ قناة دينية محترمة جدا وتعلم الناس الاحترام. جزاك الله خير. هل هذا يجعل القناة فوق المساءلة؟ لا طبعا. طيب. اي داعية في الدنيا ولو كان شيخ الازهر فوق المساءلة؟ مفيش. صح. الحكم، انا عرضت علي قضية محددة بتقول ان هناك رجل اسمه الشيخ عبد الله بدر تفوه بألفاظ تعد سبا وقذفا، وان قناة الحافظ شجعته على ذلك. اوراق الدعوة اللي انا بفصل فيها يا سيدي في ضوء الملف اللي قدامي والاوراق، فيها سيديهات، فيها اوراق بتقول ان هذا الرجل فعلا ارتكب هذه الجريمة. اذا كنت حضراتكم ترون ان الالفاظ التي تفوه بها الشيخ عبد الله بدر لا تشكل جريمة قذف او سب، فهذا امر اخر. ومن الناحية الشرعية حتى قبل الناحية القانونية، انا اقول واؤكد ان هذه الالفاظ تشكل جريمة قذف وسب. اما ان هناك حكم جنائي بإدانته فهذا ثابت. فلما حطيته في حكمي انا ما جبتش من بره وما جبتش من عندياتي. المشكلة يا سيدي الفاضل لو كانت زلة لسان او لو كانت خطأ غير مقصود لكانت الامور عادية، ولكن القناة اشتركت معاه مع احترامي الشديد. اولا حضرتك استضفته، ولما استضفته تركته يقول كل ما قال، وده كلام انا عن نفسي، انا ما اعرفش رأي حضراتكم غير كده، انا عن نفسي استحيي ان تكون ابنتي بجانبي وتسمع هذا الكلام. هذا الرجل سواء في نفس الحلقة او في حلقات اخرى في نفس البرنامج وفي نفس القناة، وسمحتم في القناة ان تذيعوا مشاهد ومناظر لا اظن ان اي بيت محترم يقبل انها تدخله. انتم نشرتوها. لما يقال ان هذه المشاهد حدثت فعلا وان دي صور من افلام وان انا بحاسب رجل بحث مثلا عن افلام بقالها 10 سنين و15 سنة و20 سنة عشان يطلع صور ينشرها على الناس، عشان يطلع فيديوهات ومناظر خليعة ينشرها على الناس. انا بقول ان هذا الكلام لا يجب وما كان يجوز ان يصدر من داعية، لان انا لما بنشر فيديوهات وبنشر صور خليعة زي ما هو بيقول وزي نفسه يعني قال عليها، هذه الصور يراها بناتنا ويراها نسائنا. انا بقول ان هذا الكلام او ما حدث من الشيخ جزاه الله، انا لا اعرف الشيخ ولا بينه وبينه شيء، ان ما حدث من الشيخ يعد اولا حاجتين: قذفا وسبا في حق السيدة اللي هي كانت طرف في الموضوع، ويعد فعلا نشرا للرذيلة. يمكن انتوا استغربتوا الكلمة دي قوي. النهاردة يا سيدي لو دخلت على اليوتيوب
وعلى المواقع هتجد كل هذه المناظر اللي هو مصر ينشرها في كل حتة ويوديها في كل مكان ويظهرها لكل الناس، بقت موجودة ومنشورة. اذا الناس كلها شافت الحاجات دي. هناك من الاجيال الشابة من لم ترى هذه الافلام اصلا، انت وريتها لهم. هناك من الاجيال من يمكن شافها في شبابه ونساها، انت فكرتوا بيها. انا بقول ده حض على الرذيلة. سعادتك بقى هتيجي تستغرب، وبرضه من اقوال اخونا الفاضل الاستاذ نبيه مع كل الاحترام والتقدير بيقول لك انه استند الى اقوال لم ترد في ملف القضية. لا يا سيدي، وللأسف الشديد دفاعك الدفاع الموكل عن شركة البراهين واللي حضر امامي بصفته ممثلا عن شركة البراهين وعن قناة الحافظ والمستندات موجودة، قدم لي مذكرة من صفحات عديدة يقول بملخصها، وانا حاططها في ملخص وقائع الحكم في اوله، بيقول لي: الشيخ عندما قال على السيدة فلانة انها لن تشم رائحة الجنة، هذا تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عندما قال ان هذه السيدة تدعو الى الرذيلة وتشجع على وتدعو الى الزنا في افلامها، وهل هناك، ده هو اللي بيقول، هل هناك عاقل مسلم يرى هذه المشاهد وينكر ذلك؟ الشيخ قال ان هذه السيدة كذا، وظل على مدى صفحات يؤكد ان كل ما قاله الشيخ صحيح في حق هذه السيدة، وان كل ما قاله الشيخ له اصل في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارفق هذه المذكرة بحافظتين مستندات، واحدة فيها كل الصور الغير لائقة واللي المفروض محدش يشوفها واللي الشيخ بينشرها في كل مكان، حطها لي انا كمحكمة كمستند، وعلى انه بيدافع كده عن قناة الحافظ. وحط لي 2 CD، للأسف 2 CDات حط فيهم كل المناظر اللي هي موجودة في كل حتة واللي الاخ الفاضل بينشرها في كل مكان، حطها لي انا في المحكمة ويقول لي: يا محكمة انظري في هذه السيديهات وشوفي هذه المناظر، هل هذه المناظر تؤدي الى الرذيلة ولا لا؟ هل هذه المناظر تحض على كذا ولا لا؟ اذا كل ما قاله الشيخ صحيح. فقلت كمحكمة وبضمير القاضي: اذا القناة والشركة المالكة ترضى عن كل ما قاله الشيخ، اذا فهي شريكة. انت يا سيدي شريك في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى انك سمحت للضيف ان يقول كل ما قال دون ان تعترض عليه ودون ان تمنعه. الدرجة الثانية انك بعد ذلك في حلقة اخرى وحلقة ثانية وثالثة ربما كرر نفس الكلام وحضرتك استضفته. ثالثة الاثاث زي ما بيقولوا انك في دفاعك في الدعوة ايدت كل ما قاله فاصبحت شريكا له. اذا انا كقاضي انظر في واقعة محددة. لما تيجي حضرتك النهاردة تقول لي ايه، كيف يغلق قناة الحافظ ويترك قناة التت؟ هو انا اتصلت في قناة التت. كيف يغلق قناة الحافظ ويترك مش عارف قناة ايه؟ هو انا عرض عليا النزاع وقلت لها لا يا جماعة يعني حرام. يعني انا لا ادافع عن نفسي ولا اخاف احد، ولا عمري في حياتي تدخلت مع اول مرة في حياتي اتدخل في برنامج، بس لاني لقيت احد ضيوف حضرتك برضو تاني للأسف الشديد يتجنى ويكذب ويقول اشياء اللي هيسمعها كده يقول ده الراجل ده شغال مش عارف بعد ايه. عموما ان شاء الله اهلا بالجميع. لحظة، انا اللي ماسك البرنامج، انا اسمح لك اطلب بس رد على الكلام اللي سعادة المستشار. سعادة المستشار نعم كمل حضرتك، كمل اتفضل. يا سيدي انا لا اعرف هذا الرجل، يمكن حضر قدامي مرة ولا اتنين وانا عمري ما كان بيني خصومة بيني وبين حد، لكن ارجو اولا انا بتزعلوا عشان بقول القناة او قلت في حكم القناة كذا. للأسف الشديد يعني انا كنت اتمنى ان قناة دينية لا يكون هذا مسلكها على الاطلاق. يعني انك تسمح لضيوفك ان يسبوا الناس، تسمح لضيوفك ان يعني ده هو النهاردة ضيف حضرتك احد ضيوف حضرتك يعني وصم القاضي في عرضه وبيقول انا عندي ما يثبت وعندي ما يثبت. يعني هل هذا الكلام مقبول؟ لا مش مقبول يا اخوانا.
طيب. يا اخوانا طيب. الله يهديكم. يا معالي المستشار، بيني وبين حد خصومه لو سمحت اتفضل. انا بس يعني انا اولا انا شاكر لمجرد ثقتك انك تتصل، يعني مجرد انك انت بتتصل فده حسن ظن ان احنا هنحترم اتصالك، فجزاك الله خيرا. والا لم اتصل، والا ما كنت ولا كنت فكرت. انا عمري في حياتي بقول لحضرتك جزاك الله خيرا، المره الاولى في حياتي اللي حاول اتصل. ربنا يجزيك خير وانا شاكر فعلا. يعني الرجل بيقول انا عندي هذا الرجل فصل في قضيه مش عارف ايه ورجعه. طب لحظه خلاص بقى، ما احنا سمعناك. النقطه الثانيه ان احنا بنعتذر عن المعلومه الخاطئه اللي قيلت بخصوص القناه الاخرى. معلومه هو هنا النهارده ده رجل يقصد الاساءه بمعلومه كاذبه. لا يعني المفروض انه محامي، طيب. محامي انا ورجل مسؤول عن كلامه. حاضر. يعني حرام يقول ان هذا القاضي فصل في القضيه الفلانيه. قضيه ايه؟ طب انا بس هراجع معاك نقطه بسيطه يا سعاده المستشار. اتفضل. اللي انا حاسس بانه حاسس فيها بشويه غبن، اللي عاوز حضرتك تراجع تاني التوكيل اللي موجود بخصوص المذكره اللي انت اعتبرت ان دي مذكره القناه. انا بؤكد لحضرتك ان دي مذكره من محامي الدكتور عبد الله بدر وليس من محامي القناه، ومش هتلاقي توكيل، مش هتلاقي توكيل يقول انه ده وكيل القناه. محامي القناه الاستاذ احمد بلال فقط. يا استاذ الفاضل، يا استاذ معاي. الفاضل، انتم جميعا مدعى عليكم. كويس. والمحامين لما حضروا اثبتوا حضورهم فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان. تمام. ده ثابت في محضر الجلسه. تمام. المذكره مقدمه ومكتوب عليها، والحوافظ مقدمه ومكتوب عليها دفاع قناه الحافظ الفضائيه. ما انا بقول لك راجع التوكيل يا سعاده المستشار. العالميه. انا يعني بقول لك اذا كان هناك محامي بقى انتحل، ده بالمساله بينكم وبينه. لكن هذه المستندات قدمت لي في الدعوة. طيب عموما اول نقطة حضرتك راجعها عشان انا مش هراجع الحكم يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل بديك معلومة يعني يا ريت مش انت بنيت على المذكرة حضرتك انا حكمت والحكم صدر وانتهى. خلاص بقى انا بوضح ليه. ويمكن معالي المستشار احد ضيوف سيادتك انا طيب. يعني اول مرة اشرف. طيب لحظة يا جماعة، لحظة يا جماعة، انت شايف فيه ملاحظة على الحكم زي ما سعادتك بتقول كده، ان انا استندت لمذكرة مقدمة من محامي ادعى انه محامي القناة وليس محامي هو محامي الشيخ عبد الله بدر او الدكتور عبد الله بدر. الكلام ده يكون مجاله الطعن في الحكم، ولكن لا يكون مجاله تشويه سمعة القاضي. لا صح خالص يا جماعة. يعني انا لا ادافع عن نفسي ولا ادافع عن القضاء. قضاء مصر والحمد لله بكل خير وبكل فضل، مع جزيل الاحترام ومع كل الاحترام لكل الزملاء. الزميل اللي بيهاجم القضاء ويقول دخلوا وما دخلوش هات لي مكان في مصر في خلال 50 سنة اللي فاتوا يا بيه انا ابني انا هل اجرؤ ان انا اشغله مثلا في الخارجية؟ هل اجرؤ ان اشغله في شركة بترول؟ ولا ينفع. كل مكان في الدنيا مغلق على اولاده، وانا قلت الكلام ده. كانت سمة العصر للاسف الشديد. القضاة لو ما كانش ولادهم اتعينوا في القضاء كانوا هيشتغلوا في الشارع، هيقعدوا في بيوتهم. اذا المسألة ده كان مجتمع كامل، وكانت ديت تقدر تقول ان هي دي كانت السمة العامة. تمام. كل جهة بتحتفظ لاولادها بمكان او بتدوم على الاقل اولوية. احنا قلنا نفس الكلام. احنا النهاردة ان شاء الله في مرحلة تطهير وفي مرحلة مراجعة لكل حياتنا السابقة. ماشي، ده تمشي على الجميع. انما ما تجيش النهاردة تقول لي كل ما تيجي كلمة تقول لي اصل دول القضاة المرتشين، اصل دول القضاة اللي ابوهم ابهاتهم حامينهم. ما ينفعش يا اخوان، مع احترامي الشديد.